وندى بتكلم حسن وبتحكي له على اللي حصل وتقول له إنها خايفة على أمها وأخواتها، وبيقول لها اطمني وبيفكر في خطة عشان يحل المشكلة اللي هما فيها كلها. وبنشوف عزت لما بيصحى بيسأل على حسن لأنه كان تعبان وهو كان سهران جنبه، وبيزعل إنه خرج وساب البيت، وبيقول لندى أنا بحبه وسبته ينام على السرير بتاعي ونمت على الكنبة وقايم تعبان من النوم على الكنبة، وفي الآخر يخرج من البيت من غير ما يقولي. وبيظهر إن عزت تتعلق بحسن وندى، وفي الوقت ده حسن بيروح المستشفى ويقابل أم ندى وأخواتها ويقول لها إن ندى بعتلها معاه فلوس، وبتطلب منها إنها تسيب المستشفى دي وتستخبى في أي مكان لحد ما ندى تروح لهم عشان خايفة عليهم من هاني السني. وبيطلع بعد كده على مكتب ياسر المحامي وبيطلب منه إنه يبعد عنه هاني السني، وياسر بيطلب منه في المقابل إنه يجيب له عقد أرض بتاعته وبتاعة أبوه من عند عزت. وحسن بيوافق لأنه مفيش قدامه حل تاني لأنه عايز يخلص من هاني السني. وبيروح يقابل خالد جوز أخته اللي بيكون مكسوف من نفسه، وبيديله الفلوس حتى اللي أخدها من هاني السني لما باعه ليه. وهنا حسن بيقول له إنه عشان يسامحه عايزه يساعده يدخل الفيلا من غير ما حد ياخد باله، وفعلا بيروح معاه عند الفيلا ومعاه عربية البسكويت بتاعته وبيشغل المخبرين لحد ما حسن بيطلع من عربية البسكويت ويدخل الفيلا. وعزت بيفرح إن حسن رجع، وبيقول لهم إن النهاردة عيد ميلاده ولازم كلهم يجهزوا ويلبسوا لبس سواريه. وحسن بيحكي لندى على اللي حصل وبيقول لها إن ياسر عشان يسيبهم في حالهم ويبعد عنهم هاني عايزهم يسرقوا عقد أرض من عند عزت. وهي بتقول له أكيد إحنا مش هنعمل كده، الراجل ده مخبينا عنده وبيعاملنا زي عياله. وفي الوقت ده عزت بياخد حسن وبيخش المكتب بيقول له إنه عايز يديله عقد أرض عشان يبيعها له، لأن حسن قبل كده قال له إنه شغال في العقارات، وتقريبا هو ده نفس العقد اللي عايزه ياسر. وأكيد مش صدفة اللي حصل ده، ممكن يكون عزت سمعهم وهما بيتكلموا مع بعض. وبيجهزوا نفسهم لعيد ميلاد، وندى تلبس فستان بتاع مرات عزت وعزت بيلبس بدلة وبيرقصوا، وفي وسط ما هما مبسوطين عزت بيقع على الأرض ومغمى عليه وبيطلبوا له الإسعاف. لكن قبل ما تيجي الإسعاف بيدي حسن عقد الأرض، وإن أم إبراهيم بتشوفه وبتكون هتتجنن لأنها عايزة العقد ده عشان تديه للمحامي عشان يطلع ابنها من السجن. وكمان بيدي لحسن مفتاح الأوضة اللي فيها الكراكيب، بس مش بيقدروا يروحوا معاه المستشفى لأنهم خايفين، وبيدخلوا الفيلا وبيدوروا على الفلوس عشان يهربوا من الفيلا قبل ما الموضوع يكبر أكتر من كده. وفي الوقت ده في ناس بيكونوا شافوا حسن